صباح الخير، مساء الخير، على حسب ما تشوفوني. عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا. انا عارفه ان انا بقالي فتره، بس معلش، ظروف. المهم انا جايه لكم النهارده بمكان تحبوا تروحوا تغيروا جو فيه. هو معروف بس مش عارفه ليه دايما الناس منفضه له، برغم ان فعلا بجد في ناس كتير قوي مش واخده بالها اني يعني مكان تاريخي جدا، من زمان 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 جدا، من 1867. يعني تقريبا 150 سنة تقريبا. مكان أثري. كان على أيام عصر الخديوي. آه، المهم المكان مش غالي خالص. المكان ب5 جنيه تذكرته يا جماعة. 5 جنيه بس، انتوا متخيلين؟ 5 جنيه بس. المهم المكان ده اسمه حديقة الأسماك. هو حديقة الأسماك دايما الناس بتقول يعني هنروح عشان نشوف أسماك وكده. لا، هو الفكرة مش فكرة أسماك وبس، لأن في عمر أسماك بيبقى طويل وفي أسماك بتموت. يعني أنا شفت سمكة عمرها ما شاء الله، يعني هتشوفوا ده. وفي حاجات، في تماسيح وفي حاجات بيحنطوها وبيحطوها حقيقية. المكان مش شرط اسماك بس. انا من وجهة نظري ان انا شايفة ان في كافتريات هناك، وكمان في اماكن للتصوير تحفة. يعني اماكن جامدة جدا، يعني ممكن اي حد يعمل سيشن تصوير هناك. بجد حلو قوي ومش غالي يا جماعة، ب5 جنيه بس. 5 جنيه بس. شوفوا جمال مصر والحلاوة، وقد ايه في اماكن بجد حلوة. تروحوا تغيروا جو فيها، بالذات في الشتاء. يعني انا بقى بقول للناس روحوها في الشتاء. يعني انا رحتها في الشتاء بجد تحفة. فانا عايزاكم تروحوها، مش عايزه اطول عليكم كتير قوي. انا جايبه لكم كل التفاصيل وهشرح لكم كل حاجه. المهم بقى بجد ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اوكي؟ وكل سنه وانتم طيبين. خلاص، يا رب تبقى سنه كلها خير وسعاده، ويشفي كل مريض يا رب، واي حد يحقق كل اللي هو بيحلم بيه يا رب، وتبقى سنه فيها خير ورزق وكل حاجه. سوري الصوت، اطفال بقى وكده. وان شاء الله يعني تفائلوا بالخير تجدوه. ان شاء الله تبقى سنه وشها حلوه علينا باذن الله يا رب. يلا بقى نروح بقى نشوف. بصوا انا يعني لبست البتاع ده سقعانه بجد، الجو متكتك، بس برضو الشتاء على قلبي زي العسل. اللي بيحب الشتاء زي يكتب، بنحبه برضو. يلا بقى نروح نشوف. وما تنساش يا جماعه، ما تنسوش بجد اشتراك، لايك، كومنت، شير على قد ما تقدروا. اوكي؟ يلا اشوفكم بقى على خير يا رب. يلا بقى نروح صباح الخير. دي الحديقة من بره، حديقة جبلية الأسماك. على فكرة ما تتوهش خالص، قبلها بالظبط دار ضباط حرس الحدود في الزمالك في شارع الجبلية، قصادها حديقة العبور. ده منظر أول ما دخلت بالظبط من البوابة الأساسية. زي ما انتم شايفين كده المكان كبير جدا جدا جدا، فاللي هو الواحد ما كانش عارف يمشي كده ولا يمشي كده، فاللي بيحب يمشي كتير ويعمل حركة هيستفيد برضه، يعني يروحها برضه. دي كافتيريا، لو حد حابب ان هو يقعد. اسعارها مش غالية قوي برضو، في متناول الكل، يعني عادية جدا. منظر الكوبري ده يعني تحس ان هو اثري قوي، اثري قوي قوي. يعني طبعا هو في مية في الارض، لان يعني للاسف الدنيا مطرت، كانت مشكلة، بس هي مش مشكلة بالنسبة لي لاني انا بحب المطر بصراحة. فكانت الدنيا ايه يعني، مية على الخفيف كده. بصوا منظر السمكتين دول، اول ما تخش هتشوفوهم اساسا شكلهم حلو قوي. طبعا الناس بتتصور لان هو فعلا المكان يخطفكم، يعني يخليكم ان انتوا حاسين ان انتوا عايزين تتصوروا صور كتير قوي. انا برضو اتصورت صور كتير جدا. بصوا دول، انا مش عارفه دول بقى بط ولا وز ولا ايه بالظبط، بس يعني اللي يعرف يقول لي ده ايه بالظبط. بس هو كائن كيوت كده، يعني عسول قوي، ويعني انا حبيهم قوي، يعني بجد شكلهم كان عسل قوي. طبعا هنا الراجل خد باله ان انا بصور، فراح حدف لهم اكل علشان خاطر ايه، يعملوا شو. يعني انتوا عارفين بقى جو المصريين وكده. فقعدوا ياكلوا. بصوا بقى منظر الشجر، وهتلاقوا طبعا معرفش ده هدهد ولا غراب، مش عارفه، بس هتلاقوه كتير قوي مالي الجنينه اصلا. الشجر اساسا تحس ان الشجر قديم، يعني شجر قديم قوي، عمره طويل جدا، يعني ما شاء الله بجد عمر الشجر طويل جدا، لاني واضح يعني. طبعا هنا ده منظر الكهف من بره، انا صورته لكم من جوه برضو. بصوا المنظر عامل ازاي، تحسوا ان حاجه اثريه قوي يا جماعه بجد، حتى السلم، حتى كل حاجه بجد.
منظر حلو قوي. هنا انا هطلع لكم فوق علشان اصور لكم المنظر من فوق. المنظر من فوق يا جماعه يجنن بجد، انتوا هتشوفوا ده دلوقتي، حاجه تحفه. فبجد روحوا المكان، هيعجبكم جدا جدا جدا. شفتوا المنظر العالي ده عامل ازاي من فوق؟ شكله بجد تحفه قوي يا جماعه. يعني بصوا انا بحاول اصور لكم، طبعا لو في حاجه ضايقتكم في التصوير فسامحوني، بس فعلا بجد يعني المنظر تحفه قوي. على فكره انا بنصح اي عروسه بجد حابه ان هي تعمل تصوير تروح، بجد المكان حلو قوي وهيدي يعني حاجات مناظر طبيعيه قوي في الصوره كمان. بصوا الجمال. بجد يا جماعه انا يعني عايزه اقول لكم الصراحه المكان بيريح النفسيه قوي من كتر المناظر الطبيعيه اللي موجوده فيه. كمان الميزه ان حوالين الجنينه نفسها حديقه الاسماك، حواليها كمان المكان يعني فيه كميه مناظر طبيعيه كمان تحفه. فالموضوع مريح جدا نفسيا، مريح قوي 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 بجد. بصوا يا جماعه بجد سبحان الله، منظر الجبل عامل ازاي من فوق. هو مش جبل، هو يعتبر كهف. انا حاسه ان هو كهف. بصوا هو تحسوا الموضوع مريب شويه يعني بس انا بالنسبه لي كان فيه استمتاع رهيب بصراحه يعني. شايفين المكان اللي هناك ده يعتبر جوه الكهف نفسه، اللي فيه يعني جزء من الاسماك المتحنطه.
هي كانت اسماك يعني حية، عمرها كبير، بس اتحنطت يعني، فهي اثرية يعتبر، حاجة اثرية جدا. بص المنظر من جوه عامل ازاي، كمان الانوار اللي هم حاطينها جوه يعني مديه شكل تحفه بجد يعني. ايه ده بجد، ايه الجمال ده. على فكره يا جماعه في اصلا افلام اتصورت في المكان ده، بس مش فاكره بصراحه اسم الفيلم ايه، لو حد عارف يقولي بجد يعني. على فكره وعملوا كتير يعني، صوروا حاجات كتير قوي فيها. بصوا الجمال. طبعا في حاجه ضايقتني جدا بصراحه، بس يعني ما اعرفش ليه حصلت، بس هما في ناس بيكتبوا على الازاز نفسه من بره، فانا مش فاهمه ايه الفضول في كده يعني. ايه الميزه ان انتوا تصوروا كده يا جماعه بجد، تقعدوا تكتبوا على الذكرى ليه؟ طب ما ممكن الذكرى في اي مكان يعني، مش لازم يعني على الازاز وكده. عادي. بس بصراحه الموضوع ضايقني يعني، لان كل ما تيجي تصوروا بس تلاقوا فيه كلام مكتوب على كل الازاز. بصوا السمكه دي عامله ازاي، شكلهم حلو قوي. بصوا يا جماعه المكان عامل ازاي من هنا. احنا كده يعتبر في نص الكهف بالظبط، فالمكان بقى عالي اكتر. بصوا الحلاوه، سبحان الله بجد. في فتحات كده عشان تدخل ضي النهار. على فكره المكان هنا بالليل هيبقى مرعب قوي، فهم عشان كده عاملين المكان من الساعه 8 صباحا لحد الساعه 5 مساء، اللي هو الفتره الصباحيه، لان هو بالليل هيبقى مرعب قوي يا جماعه بجد. بصوا الحلاوه، مش ممكن، مش ممكن بجد. بصوا فوق في خفافيش تقريبا، عمالين يعملوا اصوات، اساسا كانت اصواتهم رهيبه، اصوات تحس كده يعني هي مش مزعجه، بس يعني انا بصراحه عشان بخاف منهم ما حبيتش صوتهم قوي يعني. بس هما كان شكلهم حلو قوي من فوق، هما عاملين يطيروا، كان شكلهم لذيذ قوي. ده المفروض سمكة بقها كده، يا ساتر. بقها كبير اوي. بس بصوا الحلاوة، سبحان الله بجد، سبحان الله. ايه يا جماعه، بصوا بقى، انا طبعا صورت لكم كل حاجه بجد، انا في حديقه الاسماك زي ما قلت لكم. بصوا المنظر اللي ورايا، تعالوا بصوا، حاجه خيال، حاجه بجد جميله 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 جميله. بصوا يعني ممكن كمان تيجوا هنا تاخدوا صور كتير جدا. بجد يا جماعه عايزاكم تيجوا
المكان حلو قوي حلو قوي، ويعني الواحد من كتر ما هو عمال بيتصور مش عايز يبطل. في اماكن حلوه قوي اهو، بس المنظر تحفه بجد بجد بجد. متنسوش بقى تيجوا بجد هنا. اوكي يلا. هنا هو قال لي ان في مكان مخصوص للاسماك اللي عايشه موجوده جوه. يلا بقى نخش نشوف. يلا بينا. سقف الطموح ان احنا نشوف سمك كتير، مش عايز يبقى عالي عشان ما نصطادش. السمك كتير قوي يعني؟ لا انا بقول سقف الطموح ما يبقاش عالي. اوكي. عشان ما فيش سمك كتير يعني. يعني السمك ميت. ليش ما هي لسه قويه، عمرها بيقارب على 140 سنه. راسها راس خنزير، اما الجسمان جسمان ترسه. ممكن تشوف الملمس بتاعها عادي. لا ملمس ايه؟ اهي شكرا كده. وين الشجاعه وينها؟ اهي يا بنتي. مدام زيزي دبلوم صناعي يا جماعه. هتقفز. ايوه كده، برافو عليك والله برافو عليك. بصوا هنا دخل طلع لي تمساح عمره كتير قوي متحنط. طبعا انا هاخده بقى وهتصور بيه، وزي ما انتم شايفين كده في حوض فيه اسماك برضو مميزه قوي. عليك من الملمس بتاعي. لا انا من هنا من هنا اهو يا حبيبي اهو يا حبيبي اهي يا حبيبي. لا تعالى من هنا من ورا. برافو عليك برافو عليك شجاع، برافو عليك. احنا بنشوف الملمس بتاعها مش اكتر من كده. طب اتبسطتي ولا لا؟ جدا. ايه رايك؟ يوم كده. بص المنظر اللي ورانا يا جماعه، يعني حديقه اسماك تحفه. ايه رايكم؟ 5 جنيه بس، لا بلاش. المفروض دلوقتي بقى ايه، نشرب اي حاجه صح؟ اكيد بعد اليوم اللي نشربه ده. نشرب ايه بقى؟ قهوه؟ كابتشينو. كابتشينو. هي كابتشينو خلاص، انا قهوه. تمام. عامه يا جماعه تعالوا بجد، المكان حلو قوي قوي قوي. بصوا هنا خلاص اليوم خلص. انا نزلت لكم فيديوهات ان انا قعدت اتصورها، وادي الصور. وروحوا بقى واشوفكم تاني قريب. باي باي.